السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليها أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي وزد اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0 عن طريق طاهر محمد طاهر. المباراة عامة ما كانش فيها فنيات. بدأ الشوط الأول باستحواذ متبادل بين الطرفين، مرة النادي الأهلي بيستحوذ على الكورة في نص الملعب، ومرة نادي زد بيستحوذ على الكورة في نص الملعب بدون خطورة. أول نص ساعة كانت بين الطرفين، مرة إن ما فيش كانت خطورة تذكر يعني ولا فرص، لغاية الدقيقة 30، لغاية ما طاهر محمد طاهر أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق 1-2 بينه وبين عمر كمال عبد الواحد. كنت عاوز أتكلم عن عمر كمال عبد الواحد، إني شايف إن عمر كمال هو أحسن باك يمين في النادي الأهلي. يعني عندك أكرم توفيق هو نص ملعب في الأساس بس بيلعب في الباك رايت، ومحمد هاني وكريم فؤاد ربنا يرجعهم بالسلامة برضه هما الاثنين بيلعبوا في نفس المركز. بس أنا شايف إن عمر كمال هو الأنسب للنادي الأهلي، وخاصة في مواجهات الدوري المصري، لأن النادي الأهلي في مواجهات الدوري المصري هو اللي بيكون مطالب بالهجوم. فأنت لما الباك اليمين بتاعك بيتحط في موقف هجومي فلازم يجيد فيه ويعرف يتصرف، سواء بأوفر سواء بلمة سواء بثرو سواء بتسديدة. الحتة دي مش عند أكرم توفيق دفاعيا ممتاز، ألا دفاعيا ممتاز، ألا هجوميا ما بيقدرش يعني يأدي فيها. يعني اكرم توفيق مثلا لو النادي الاهلي بيلاعب نادي العين الاماراتي مثلا جبهه قويه زي ايريك وبلاسيوس، ممكن نلعب باكرم توفيق للتامين. النادي الاهلي بيلاعب ريال مدريد مثلا ان شاء الله ما يوصل لنهائي انتر كونتيننتال، ممكن بلاعب فينيسيوس جونيور العب بعديه باكرم توفيق. هل النادي الاهلي بيلعب مع الفرق مع احترامي للدوري المصري المفروض هو المبادر بالهجوم، فبيلعب بعمر كمال ان هو اللي بيبدا بالهجوم هو اللي بيهاجم، فمطالب انه يهاجم. فالمطالب ان الباك رايت لما يتحط في موقف هجومي يعرف يتصرف بالكوره. فانا شايف ان عمر كمال بيجيد الهجوم، والراجل برضه في الدفاعيا مش سيء، وبدليل ان كولار لعب بعمر كمال في قلب الدفاع، يعني الراجل دفاعيا واقف على رجليه وهجوميا ممتاز. بس جت برضه فرصه للنادي الاهلي عن طريق يحيى عطيه الله من فاول جت في العارضه. يحيى عطيه الله بسم الله ما شاء الله متميز في الفاولات. وكنت عاوز اتكلم بخصوص الفاولات برضه، ان حسين الشحات يعني في لعيبه مش عشان انت مهاري تروح تلعب فاولات وتروح تلعب ركنيه. يعني ادائك سيء جدا في الركنيات، حسين الشحات في الركنيات والضربات الثابته. ويحيى عطيه الله متميز، ما تروحش على كل كره انت عاوز تاخدها منه وتلعبها. لا، المفروض المدرب من بره في لعيب هو رقم واحد في تنفيذ الكرات الثابته. ادي يحيى الله شايفينه متميز، سواء في ماتش امبارح شات كوره في العارضه، سواء برضه في ماتش نادي الزمالك في نهائي كاس السوبر المصري برضه شات كوره في العارضه، فهو الراجل متميز. حسين الشحات برضه عشان انت راجل لعيب ممكن ما تجيبش في الكور الثابته. بس انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي، ما كانش فيه خطوره تذكر بين الطرفين غير كره الهدف وكره العارضه، يعني ما كانش فيه فرص كانت على استحياء. بدأ الشوط الثاني برضه كان النادي الاهلي هو المستحوذ هو الاخطر شويه، برضه بدون فرص. حصلت اصابه للنادي الاهلي، اتصاب رامي ربيعه، اضطر احمد نبيل كوكا يرجع في مركز قلب الدفاع، وينزل عمرو السولية في مركز نص الملعب. لو قلنا ثلاثيه نص الملعب اصبحت مروان عطيه وعمرو السولية وامام عاشور، مقبوله شويه في امام عاشور رجل مبتكر. مروان وعمرو السولية اخرهم بيستلموا ويباصوا كوره، يعني اخرهم الاستلام والتسليم مش مبتكرين. حصلت برضو اصابه امام عاشور فاضطر المدرب ينزل اكرم توفيق، ودي عليها علامه استفهام. الماتش النادي الاهلي 1-0، لسه الماتش مش مضمون، ترجع تدافع من الدقيقه 60 ولا لسه الوقت بدري؟ يعني الماتش مش مضمون. النادي الاهلي 1-0، نادي زد برضه بيمثل خطوره، تنزل تلعب بثلاثيه يعني الثلاثيه في نص الملعب تكون مروان عطيه واكرم توفيق وعمرو السوليه، يعني الثلاثه سيئين بالكوره، يعني اخرهم يباصوا يستلموا مش هيهاجموا، وانت برضه لسه فاضل نص ساعه ومحتاج تامن فوزك. يعني اولى كان ينزل محمد مجدي قفشه عنصر مكان امام عاشور، هو اللي هيقعد، يعني هو اللي هيضيف اضافه هجوميه. عمر الساعي برضه، يعني عمر الساعي وده يعني جاي من النادي الاسماعيلي وراجل شفناه وراجل كويس، دي فرصته. ممكن عمر الساعي ما يرضيش يديه فرصته، ممكن عشان برضه الماتش يعني متوتر، الله اعلم. وده هيقودنا لسؤال، ان النادي الاهلي جاب 4 صفقات في الصيف يعتبروا يعني ما فيش غير يحيى عطيه الله بيلعب. يعني مش عاوزين نقول كلمه كبيره ان صفقات النادي الاهلي اغلبيتها فشلت يعني حتى الان. يعني عندك انت اشرف داري، احنا جايبين له اهم 3 مباريات في الموسم، سواء مباراه السوبر الافريقي بين الزمالك، وسواء كاس السوبر برضه المصري النهائي بين الزمالك، والاثنين ما لعبهمش، وبرضه مباراه العين الانتر كونتيننتال يلعب اخر 5 دقائق، يعني يلعب اخر 5 دقائق برضه، يعني مستواه على كده، يعني مستواه
لغايه دلوقتي ما اداش للنادي الاهلي. عندك يوسف ايمن لعب مباراه الزمالك كان نازل، يعني ما هيبش الموقف كان كويس. الخمس دقائق اللي لعبهم انا كنت شايفه كويس، بيعرف ينقض على الكور العاليه كان بياخدها، كان حلو برضه. يعني يوسف ايمن بس في المباراه الاولى في الدوري ضد سيراميكا مستواه كان سيء، والمدرب اخرجه بين الشوطين. فالمدرب دلوقتي مش مقتنع بيه، بيلعب بخالد عبد الفتاح في قلب الدفاع، وبيلعب باحمد نبيل كوكا. يعني احمد نبيل كوكا ده نص ملعب في الاساس، وخالد عبد الفتاح ده باك يمين. يعني برضه ان المدرب مش مقتنع بيه، ودي تاني صفقه. عندكش غير يحيى عطيه الله بيلعب، وعمر الساعي الثالث ما بيلعبش. فبرضه تقييم الصفقات محتاج، يعني النادي الاهلي يقيم صفقاته، عشان برضه إن الفرقه فيها نواقص. مش شرط النادي الاهلي يفوز ان احنا نتكلم كويس في يعني نتكلم نقول الاهلي لا في عيوب. يعني لولا ضربه جزاء شيكابالا اللي ضاعت في نهائي كاس السوبر المصري، النادي الاهلي كان زمان خسران كاس السوبر الافريقي وكاس السوبر المصري. يعني النادي الاهلي كان زمان خسران كاس السوبر الافريقي وكاس السوبر المصري، وداخل ماتش العين بمعنويات صفر. فمش شرط ان النادي الاهلي بيفوز يعني الكلام كله يكون ايجابيات، في سلبيات في الفريق. في سلبيات انا اتكلمت فيها من وقت ماتش النادي الاهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري. قلت الاثنين الاجانب اللي المفروض النادي الاهلي اساسا كل فرقه ليها عدد اجانب معين، بيحاول يجيب اكثر العناصر المميزه ويكون احسن من العناصر المحليه، يعني العناصر المصريين، عشان يضيفوا للفريق. فان يكون الاثنين الاجانب بتوعك اللي بيعملوا فرق، اللي هم سواء رضا سليم او بيرسي تاو، الاثنين بيلعبوا مش بيلعبوا وقاعدين على الدكه. طب امال مين اللي هيضيف وهيعمل الفرق؟ وانت داخل على برضه في شهر 12 على نص نهائي انتر كونتيننتال، هتلاعب سواء بطل امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه. فالنادي الاهلي محتاج تقييم ملف الصفقات في النادي الاهلي محتاج، لان الاهلي مش هيقدر يستغنى عن بيرسي تاو ورضا سليم غير في يناير، فانت الاثنين هتلعب بيهم مستمر بيهم لغايه يناير. فبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.